اهلا بكم في جامعه التكنولوجيا في الدلتا، ونسعدنا ان نرحب بالدكتور عبد العظيم عبد الرحمن اسماعيل، مدرس بقسم الطاقه الجديده كليه التكنولوجيا والصناعه والطاقه جامعه الدلتا للتكنولوجيا، والمنسق العام للتدريب في الكليه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، تشرفنا بحضراتكم. شرفتونا ونورتونا يا فندم. في البدايه حضرتك نحب نعرف ايه طبيعه منسق التدريب هنا في الكليه، وطبيعه الاقسام الموجوده في الكليه، وبتخدم ازاي المجتمع المصري وبتخدم الشباب الجديد في الجامعات الجديده. اهلا وسهلا بحضراتكم يا فندم والساده الضيوف. جامعه الدلتا التكنولوجيه الجامعه حكوميه طبعا، انشئت قرار جمهوري سنه 2019. بدانا بثلاث جامعات تكنولوجيه: جامعه الدلتا التكنولوجيه، جامعه بني سويف التكنولوجيه بشراكه كوريه، جامعه القاهره التكنولوجيه. السنه اللي فاتت بقى عندنا 12 جامعه تكنولوجيه، 11 جامعه تكنولوجيه. يعني بدأنا هنا من الصعيد بطيبة التكنولوجية في الأقصر وأسيوط والفيوم وأكتوبر وبرج العرب وبورسعيد، بقينا تقريبا 11 جامعة تكنولوجية. الجامعات التكنولوجية طبعا هتكلم عن الجامعة اللي أنا بنتسب ليها، طبعا ليا الشرف ليها. عندنا في الجامعة بدأنا برضه في 2019 بثلاث أقسام: قسم الميكاترونكس، قسم الاوتوترونكس، قسم الاي تي. السنة اللي بعديها في 2020 دخل عندنا قسم الطاقة المتجددة، 2021 دخل عندنا قسم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، 2022 السنة دي دخل عندنا قسم التبريد والتكييف. الجامعات التكنولوجية بتعتمد أساساً على 60% عملي و40% نظري، لانها في الاخر مش بتطلع مهندس ولا بتطلع فني. يعني احنا عندنا الفني بيبقى دراسته كلها عملي، والمهندس دراسته كلها بالنسبه كبيره بتبقى نظري. احنا الجامعات التكنولوجيه بتعتمد على انها تطلع تكنولوجي، وبالتالي لازم يبقى دارس عملي ولازم يبقى دارس نظري. بيدرس عندي 60% عملي و40% نظري. بيبقى ليه خلال الاربع سنين اللي بيقضيهم معايا هنا، اولا هم على مرحلتين. المرحله الاولى بياخد سنه اولى وسنه ثانيه، وممكن يخلص ويخرج من خلال انه خد اولى وثانيه ياخد حاجه اسمها الدبلوم العالي للتكنولوجي. لو جاب فوق ال 80% يبدا يكمل ثالثه ورابعه وياخد بكالوريوس التكنولوجي. ليه تدريبين اثنين في الصيف لمده شهر. دي من ضمن المهام بتاعتي كمنسق للتدريب، ان انا بنسق ما بين الجامعه وما بين المصانع المحيطه هنا في المنطقه الصناعيه. لو لاحظنا ان كل الجامعات التكنولوجيه منهم جامعه الدلتا منشوئه في وسنه، في اي مكان في وسنه، في كفور الرمل اللي هي اسمها منطقه مبارك الصناعيه. منشوره في مكان طبعا صناعي عشان تخدم الصناعه في المكان، والتخصصات اللي موجوده كمان تساعد في هذا المجال. يعني بيبدا الطالب طبعا ياخد تدريبين 2 شهر هنا وشهر مره في ثانيه ومره في اولى ومره في ثالثه بالنسبه للتدريب، وليه كمان 3 زيارات ميدانيه خلال الاربع سنين. برضه ده من الدور بتاعي، ان احنا بنعمل زيارات ميدانيه للطلبه في جميع المراحل في الثلاث سنين اللي هو بيقضيهم معايا هنا، من اولى لحد سنه 10. بالنسبه طبعا للجامعه كمان، ممكن الطالب لو حب يكمل حاجه اسمها ماجستير مهني، ولو حب يكمل كمان يقدر يكمل حاجه اسمها دكتوراه مهنيه. الجامعات التكنولوجيه طبعا يعني هي فكره طبعا يعني موجوده بره مصر من زمان. توجه الدوله والقياده السياسيه راحت للطريق دوت يعني في 2019 عشان تخدم الصناعه طبعا، لان طبعا اساس تقدم الامم زي ما احنا عارفين منهم المانيا واليابان كانت في الصناعه. وطبعا قصه انه يبقى تكنولوجي، يعني هو برضه الناس اللي مش عارفه يعني ايه كلمه تكنولوجي هيبقى لهم طبعا نقابه، خلاص دي تحت الانشاء. التكنولوجي هو يعني هيبقى شخص بعقل مهندس وعنده السكيلز بتاع الفني، يعني عنده المهارات بتاع الفني. يبقى اذا انا في المصنع مش هبقى محتاج مهندس ومحتاج فني، انا ممكن اجيب تكنولوجي يقوم بالدور الاثنين اللي موجودين عندي. أعزائي المشاهدين متابعي راديو تلفزيون زهرة العرب، أهلا ومرحبا بكم في جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنطقة الصناعية بوسنا بمحافظة المنوفية. من داخل الجامعة بنحب نتعرف على الطلاب الموجودين في الجامعة. أهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا. انا الطالب عبد الله محمد الريس، فرقه دلتا ميكاترونكس، جامعه الدلتا التكنولوجيه، كليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه. تحب تعرف انت هنا دخلت الكليه بمجموع كام، وكان ايه الشروط اللي اتحطت قدامك والعقبات اللي قابلتك وتخطيتها؟ هو كنت داخل بمجموع 80% من ثانويه عامه.
هي يعني كل الحاجات اللي كانت موجودة هي موجودة في أي كلية، اللي هي عشان نقدم في اختبار قدرات، لأن دي كلية عملية فلازم إن يبقى فيها اختبار قدرات، وفي في تنسيق داخلي بالمجموع، في طبعا طلاب من الدبلومات برضو والمعاهد والحاجات دي، فبيبقى في تنسيق داخلي بحيث ان هو ياخد في مثلا ميكاترونكس ده اعلى قسم، بعده اوتو، بعده بقيه الاقسام يعني، فبتبقى على حسب المجموع. فاحنا قدمنا وكتبنا الرغبات والحمد لله جات لنا القسم. طب على اي اساس اخترت القسم ده؟ كان في حد ليه سابق تجربه ليك، ولا انت قريت عنه او بحثت عنه وشفت ان هو قسم مناسب ليك ومناسب لقدراتك وطموحاتك؟ هو القسم ده انا كنت عارفه فعلا من وانا في الثانوي يعني، هو موجود في هندسه من حوالي 10 سنين او يمكن اكتر. فهو انا كنت عارفه وكنت قارئ عنه يعني، وكان عاجبني القسم، فلما جيت لقيته في الكليه هنا فقدمت يعني وحطيته في الرغبات رغبه اولى والحمد لله جالي يعني. طب ايه اهم هنا الضوابط اللي بتلاقوها في الكليه او التحديات اللي بتقابلكم، ان انتوا مش مثلا في حاجات محتاجينها وما بتلاقوهاش، او في تدريبات معينه عايزين تروحوا اماكن معينه والجامعه بتوفرها لكم، فانتوا بتطالبوا الجامعه ان هي توفرها لكم؟ لا هو بصراحة كانت الجامعة موفرنا يعني، احنا لينا تدريب في سنة أولى وفي سنة تالتة. في سنة أولى كانت الجامعة موفرنا كذا مصنع وكذا شركة يعني، وشركات على مستوى عالي، منهم شركة بيدو اللي عملوا المعمل ده كله، كنت اتدربت فيها في سنة أولى، وهي شركة كويسة جدا يعني، يعتبر أول شركة في مصر تعمل المعامل بتاعة الكليات وكده. وشركة كويسة جدا، فالكلية موفرنا التدريبات دي بشكل كبير جدا، وفي حتى زيارات في الدراسة كده وفي الأجازة بنروح بنلف على المصانع بتاعة المنطقة الصناعية هنا، أو ممكن مثلا منطقة صناعية تانية ومصانع تانية، يعني الكلية موفرة حاجات كتير، والمعامل بصراحة يعني يمكن في كليات تانية برضه عملية مثلا زي هندسة أو بعض كليات الهندسة ما بيخلوش الطلاب يشتغلوا بإيديهم يعني، لكن هنا كل طالب بيشتغل بإيده، كله بيعمل كل حاجة في المعمل تقريبا. رامي وحيد يعقوب، سنة رابعة أوتو، من منيا. من منيا هنا المنوفية؟ ليه وانت مفيش أي جامعة هناك في وسط جنوب الصعيد أو الصعيد؟ هو ساعة لما أنا دخلت الجامعة ما كانش فيه غير 3 جامعات، بني سويف والدلتا والقاهرة، وهم دول ال3 جامعات بس اللي فتحوا على السنة بتاعتي في التنسيق، لكن بعد كده بقى في أكتر من 10 جامعات، في بقى في أسيوط وبقى في الأقصر وبقى في كذا مكان تاني، لكن القسم ما كانش فتح، فاحنا جينا القسم مخصوص يعني. قسم ايه؟ أنا في قسم سيارات اللي هو الأوتوترونكس. طب ايه شفت ايه نوعية جديد في القسم هنا عن الأقسام التانية، أو زمايلك قالوا لك في المحافظة عندك ايه الجديد عندك هنا مش عندهم؟ الجديد على مستوى الجمهورية كلها إن في معامل هنا في الجامعة مش موجودة في أي كلية هندسة، حتى في أي كلية هندسة موجودة، بلس إن أعضاء هيئة التدريس هنا زائد الإمكانيات مخليها نظام التعليم أسهل بكتير، يعني العملي أكتر، النظري بطريقة أسهل، الدنيا أحسن بكتير من الأسلوب التقليدي. طب وهنا في عندك مشكلة مثلا في الإقامة، أو الجامعة بتوفر لكم سكن زي مدينة جامعية أو أي حاجة؟ لأن بحس أنت جاي مغترب من محافظة في الصعيد. هو في الأول لما جينا ما كانش فيه مدينة جامعية، لكن ابتدوا يعملوا إنشاء مدينة جامعية. السكن هنا يعتبر سكن أهالي، والدنيا ماشية بسكن الأهالي أو سكن جامعية، لكن المدينة الجامعية خدوا قرار وخدوا أرض وتم عمل إنشاءات فيها. شايف مستقبلك ازاي قدام بعد ما تتخرج من الجامعة التكنولوجية؟ يعني هو الجامعة وفرت لنا فرص عمل، ووفرت لنا إن إحنا نتخرج السنة دي، فهنتخرج هنشتغل معاهم، يعني الجامعة جايبة في مكتب التوظيف كذا وظيفة، إن إحنا في مراكز خدمة، في خطوط إنتاج سيارات، في خطوط تجميع، كذا حاجة. وهتفضل هنا برضه مكمل هنا، ولا هترجع تاني لمحافظتك في الشغل؟ لا هو كشغل كل واحد بقى يعني دي راحت كل واحد على حسب يعني، فأنا عن نفسي لا، أنا أحب إن أنا أفضل في القاهرة والمنطقة الصناعية في كده. طب انت لما بتروح المصانع في التدريبات بتشوف ان اصحاب المصانع فيه ترحيب كبير بيكوا، ولا بيبقوا؟ بيبقى فيه ترحيب جدا، وكمان لما بيعرف ان انت مثلا جاي على المكن ده بيبتدي يشرح فيه، يعرف ان انت فاهم فيه او خدت فيه حاجه، بيستغرب ان انت ازاي خدت الحاجه دي، مع ان هو مثلا الحاجه دي مش موجوده في الكليات، لكن بسبب ان احنا عندنا المعامل الجديده وعلى اعلى مستوى فاحنا خدناها الحاجات دي. في حاجات كتير الشركات او المصانع لما بنروحها بتستغرب ان احنا عارفين فيها او عارفينها.
طب والشغل في المصانع او التدريب اضاف لكم حاجه جديده بعيدا عن الدراسه جوه طبعا. الجامعه؟ طبعا الخبرة في العملي إن أنت تقف كده في وسط مصنع، غير إن أنت واقف على كتة لوحدك أو واخد وقتك، لأ هناك الثانية فيها غلط، الثانية فيها تكلفة، فلازم تبقى على طول ذهنك حاضر، الشغل بتاعك مستمر في حاجات كتير. يعني خبرة العمل أكتر برضه في التعامل، وبالذات إن هم بيطلعونا كتير. يعني إحنا عندنا السنة دي مادة اسمها براكتيكال تريننج، أنت بتطلع كل أسبوع تاخد عملي بره، مش لازم عملي في المكان، لا أنا لازم تطلع بره تتعرف على الثقافات المختلفة بتاع كل مصنع، على ازاي السيستم شغال، كذا حاجة. اسمي جرجس نبيل، انا من القاهره. كنت خريج حاجه اسمها دون بوسكو، دي مدرسه صناعيه تبع ايطاليا. كنت برضه سيارات، ولما جيت دخلت الكليه انا كنت دخلت قسم الكترونكس. انا دلوقتي بدرس عربيه ما شاء الله، يعني كام شهر متخرج. طب انت شايف مستقبلك ازاي قدام بعد ما تكمل تاخد بكالوريوس من هنا؟ لا هو المستقبل ان شاء الله يعني مفتوح لينا، ان هيعتبر دي اول دفعه في مصر عامه كقسم الكترونكس اساسا، وهو كقسم متميز لان هو جامع ما بين شق الميكانيكا وشق الكهرباء، الاثنين مش شق واحد. يعني السيارات الكهربائيه قليل جدا جامعات او هندسه او اي جامعات ثانيه تتكلم عنه او تدرسه. فاحنا الحمد لله السنه دي يعتبر في سنه رابعه درسنا جزء كبير قوي منه، والهايبرد وجميع بدائل الطاقه وبدائل الوقود والكلام دوت. فبالنسبه لسوق العمل يعني كله متجه للكهرباء والكلام دوت، فاحنا اوريدي درسناه، فبالنسبه لنا ان شاء الله يكون الدنيا مفتوحه ان شاء الله. طب والتدريبات في المصانع اضافت ليك؟ هي اضافت ليا كتير قوي، ان انا بقيت عارف سوق العمل ماشي ازاي، المصنع بيبقى يعني كمكان بالظبط تنسيقه بيبقى ماشي من الاول ازاي، خطوط الانتاج ماشيه ازاي، بتيجي منين الاجزاء، ايه اللي متاح لنا في مصر، ايه الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها، ايه دورنا احنا كتكنولوجيين خارجين، وكذا حاجه كتير يعني مهمه جدا. طب شايف ايه التحديات اللي ممكن تواجهك بعد كده لو انت ما لقيتش الفرصه اللي انت بتحلم بيها، او انت اتجاهك هتتجه لايه، او هتفكر ازاي انا خلصت وما لقيتش المكان اللي انا عايزه اشتغله؟ في مشروع معين في دماغك من خلال تجربتك في الدراسه؟ هو احنا الاول دلوقتي يعني من ضمن المشاريع اللي في دماغنا اللي هو اماكن او مراكز لتحويل السيارات من بنزين مثلا لكهرباء والكلام دوت. تفكيري مثلا هيبقى رايح لاماكن اللي هي التجميع، مدينه السيارات اللي فتحت جديده، نروح يعني نبقى نشتغل فيها هناك ويبقى لنا مستقبل هناك، لانها لسه مفتوحه جديده، ويبقى فيها شق للتجميع وشق تصنيعي وشق لبيع السيارات والصيانه والكلام دوت. فده يبقى يعني كفرصه كبيره بالنسبه لنا ان احنا نروح نتدرب ونشتغل هناك على طول. فدي يعني من اول الافكار اللي فكرت فيها، ان انا اول ما اخرج هروح اسال عليها واروح احاول يبقى ليا فرصه هناك. الجامعه بتوفر لكم هنا فرص ان انتوا تروحوا تشتغلوا كشغل بقى مش تدريب، ويبقى للطلبه المميزين مثلا او اصحاب المشاريع الجيده؟ هو لحد الان هو لسه ما وصلناش للليفل دوت، بس على الكلام اللي جالنا والاجتماعات والكلام ده كله ان احنا وصلنا ان في تعاقدات كتير قوي مع هيئات حكوميه وشركات والكلام ده، ان احنا اول ما نخلص يبقى لنا فرص عمل هناك. دي ذات نفسها يعني وفرت لنا شق كبير قوي او شوط كبير قوي، هي خدته بدلنا، فده حاجه موفره جدا لينا ومفيد لينا قوي. طب انت لو شاب في بدايه حياتك تحب تبقى ليك مشروعك الخاص مع مجموعه من زمايلك، ولا تشتغل في كيان لسه تبقى كيان قائم بالفعل ما تلجاش يعني المجازفه والمغامره في العمل؟ هي ريت ممكن تكون تعتمد على حسب دراسه الجدوى اللي انا هعملها. هدرس ان انا اشوف انا لو اشتغلت دلوقتي في مكان قائم اساسا يبقى بالنسبه لي حاجه كويسه، ولا ان انا اشتغل كمشروع خاص، او ممكن ان انا ابقى في كيان قائم وابدا اعمل لي كمشروع صغنن كده انا وزمايلي، يبقى حاجه اضافيه لينا احنا كاكستنشن زياده لينا. فهي على حسب دراسه الجدوى اللي بتتعمل، بس يعني قريبا يعني. طب هو انتوا عندكم في مشاريع التخرج في حاجه عندكم مشروع بتعملوه ان هو بعد كده ممكن تكمل عليه قدام، ولا مشاريع التخرج مجرد بس مشاريع عشان التخرج؟ لا هي تبقى حاجه مهمه جدا. يعني في مشروع عندنا دلوقتي في قسمي اللي هو تحويل سياره من انها بنزين لكهرباء. في مشروع تاني اللي هو مشروعي انا، حاجه اسمها HOH، بنطلع ذره هيدروجين من الميه بندخلها مع الوقود. فدي كلها حاجات مطبقه في ارض الواقع، ويعني المستقبل القريب يعني تحويل السياره من بنزين لكهرباء دي حاجه قريبا هتحصل، او اوريدي هي حاصله اساسا، والعالم كله متجه انها تبقى كهرباء. فاحنا خدنا يعني بدانا اشتغلنا على حاجه براكتيكال دلوقتي ان احنا هنحول خلاص، فاحنا كده يعني هيئنا نفسنا للي بعدين، فده خدمنا جدا. ولما نيجي ندخل في سوق العمل هنبقى حاجه بالنسبه لنا سهله ان احنا عملناها قبل كده. ففي كذا مشروع حلو جدا، ومشروع الوقود الحيوي برضو حاجه جديده لسه مطبقه، ويعني ان شاء الله ربنا يستر معانا. ان شاء الله. اشكرك جدا وشرفتنا في لقائنا ده.